السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتقد كلنا شفنا امبارح المقطع بتاع الحكم مصطفى الشهدي اللي اتصاب في الملعب. وللي ما شافش المقطع نقوله كده باختصار يعني. كان في مباراة بين فريق مودرن سبورت ومع الجونة في الدوري المصري. المهم الحكم اللي كان بيحكم الحكم اسمه مصطفى الشهدي، وهو بيجري في لعبة، فحصلت حاجة زي كده هجمة مرتدة، فحب يغير اتجاهه بسرعة. المهم وهو بيغير اتجاهه وقع على الأرض، جات له إصابة وما قدرش يقوم بعدها يعني يكمل المباراة. واتلموا اللعيبة عليه ونزل الجهاز الطبي بيعالجوه كده. بس هو في الاخر ما قدرش يكمل المباراة، لكن اللعيبة اتجمعت على الحكم يطمنوا عليه ويواسوه ويطبطبوا عليه. في لقطة بقى خطفت قلبي بصراحة، لقطة جميلة قوي هنشوفها مع بعض. في لاعب والحكم طالع، الحكم على فكرة كان بيبكي، الحكم يعني ما قدرش يمسك نفسه وكان بيبكي، متأثر جامد بإصابة، الظاهر حس إن هي إصابة جامدة يعني. و... وللأسف يعني هي فعلا إصابة جامدة، طلعت رباط صليبي يعني بعد التشخيص وكده. المهم اللقطة الحلوة قوي من لاعب النادي الجونة رضا صلاح، يعني كان بيواسي الحكم وراح باس على دماغه في لقطة جميلة قوي بصراحة. يعني أنا يعني حبيت اللقطة دي قوي، اللقطة دي كان جميلة قوي بتاع رضا صلاح وهو بيبص على دماغه يعني، فكانت لقطة جميلة قوي وحبيت أعرضها عليكم. ونتمنى في الآخر الشفاء يا رب العاجل للحكم مصطفى الشهدي. بس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.